السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وبناتي وحبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وبخير يا رب، وعيد سعيد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها. نوعي من العيد طبعا كلنا عارفين نوعا بتاعة العيد القريبة التحفة الناعمة جدا الجميلة. السكر بتاعها مظبوط جدا والطعم بجد روعة، مش قادرة اقول لكم الريحة والشكل عامل ازاي. عايزة اقول لكم الكاميرا والله ظلموها جميعا. حلوة جدا جدا، يا رب تكون سهلة عليكم ان شاء الله وجربوها. حابة اشكر كل الناس اللي بتدعمني ومتشكرة لكم جدا بجد، وكل سنة وحضراتكم كلكم طيبين وبخير يا رب. ندخل بقى مع بعض في الخطوات ونشوف المكونات اللي معانا ايه. مكونات سهلة وبسيطة جدا جدا جدا، وهنشوف لو حصل فيها اي حاجة ازاي نعالجها مع بعض، لو طلعت سايحة معايا او فيها حاجة نعالجها ازاي مع بعض. يا رب تكون سهلة عليكم ان شاء الله. ندخل مع بعض في المكونات. ونسمي الله حبايبي ونصلي على رسولنا الكريم عليه الصلاه والسلام، ونشوف المكونات اللي معانا ايه. انا عندي دول كوبايتين دي منخول طبعا، وهنا دي نص كوبايه سكر منخول برضو، ودي كوبايه سمنه نفس المعيار بتاع الكوبايه اللي انا بعير بيها كل المكونات بتاعتي. كوبايه سمنه شايلاها في التلاجة شويه، شلتها حوالي ربع ساعه بس في التلاجة. ودي طبعا عندي فانيليا باودر سايله اللي انت حباه. هي دي كل المكونات اللي معانا، مكوناتها سهله جدا وبسيطه. هنفضي السمنه بتاعتنا ببوله ونضربها بالمضرب ونيجي نشوف شكلها. وكده حبايبي فضيت السمنه بتاعتي بالشكل ده، هنضربها بقى بالمضرب ونرجع نشوف شكلها. بنحاول نضربها على قد ما نقدر. وكده ضربنا السمنه بتاعتنا كده بالشكل ده، بنضيف عليها السكر زي ما اتفقنا، السكر مطحون برضو. وكده خلاص ضربنا السمنه مع السكر بالشكل ده، هنضيف هنا رشه فانيليا صغيره جدا. وكده خلاص يا حبايبي المكونات بتاعتي كلها اتدمجت، ما فيهاش اي مشكله خلاص. هنبتدي بقى نحط الدقيق بتاعنا، نضيف الدقيق بتاعنا ونشوف العجينه عامله ازاي. وكده نبتدي نضيف الدقيق بتاعنا بالشكل ده زي ما اتفقنا قبل كده كذا مره، ما نضيفش الدقيق مره واحده ابدا، لازم نحط الدقيق تدريجي كده. ونكمل باقي كمية الدقيق كده بالشكل ده. يا جماعة ما بنعجنش، بنلم بس العجينة كده بالطريقة دي كده في بعضها. وكده حبايبي خلاص خلصنا العجينة بتاعتنا، شايفين قوامها ما شاء الله طرية جدا ازاي. عايزاها تكون طرية شوية، مش عايزاها ناشفة خالص طبعا، ما نختبرش بايدينا اللي احنا مبهدلة، نعمل كده بايدينا التانية كده بالشكل ده. شايفين ما شاء الله، ولا شققت ولا فيها اي حاجة. العجينة متماسكة جدا وناعمة جدا. بس هنبتدي بقى نشكلها مع بعض، نشوف هنشكلها ازاي. عايزه بس حبايبي اقول لكم بس شكلها كده عامل ازاي، ما شاء الله شكلها حلو جدا. بس هبتدي اكملها بالطريقه دي. طبعا احنا ما بندهنش الصينيه بتاعتنا اي ماده دهنيه، لان هي فيها سمنه كتير، مش محتاجه اي ماده دهنيه. ولو انت حابه تضيفي عليها بياض بيض في الاول ضيفي براحتك، مفيش اي مشاكل طبعا، اللي انت عايزاه بقى اعمليه. هنشكل كده كله بالطريقه دي كده ونشوف شكله في الاخر. وكده حبايبي نشوف الشكل التاني بتاعنا هنعمله ازاي كده بالشكل ده. عايزاها تبقى طريه معايا بتلزق كده. نبتدي ندمجها كده، شايفين كده. بس طريقه سهله جدا اهي، نحطها كده في الصاج بتاعي ونتك عليها بس ضغطه صغيره خالص كده. نعمل كمان واحده مع بعض اهي. زي ما اتفقنا بتبقى العجينه بتاعتي طريه شويه كده اهي، شايفين شكلها كده. بس نضيفها في الصاج بقى كده ونضغط عليها ضغطه صغيره خالص. بس هكمل بقى الصاج ده كمان وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم. وده كده حبايبي الشكل التاني بتاعي كده، شايفين ما شاء الله شكله روعه بجد. بس هنعمل شكل تالت برضه ونشوف شكله مع بعض. وده كده حبايبي شكل تاني كده معايا، نفردها بالطريقه دي كده. نفردها فرده صغيره خالص كده ونجيبها كده. شايفين كده شكلها. انا بحاول اعمل بالراحه بس عشان اوريكم شكلها عامل ازاي. ناخدها بقى في الفستق الكداب بتاعنا او بندق او لوز اللي متوفر عندك. نعملها كده اهي. بس الطريقه سهله جدا جدا، ويا رب تكون سهله عليكم ان شاء الله اهي. ده كده شكلها. بس اعمل كمان واحده معاكم اوريكم شكلها برضو اهي كده. نفردها كده بالطريقه دي. طبعا العجينه معانا طريه جدا ما شاء الله، جميله جميله بجد يعني. لو انت عايزه بقى تنشفي العجينه شويه كده هتمسمر معاكي، مش هتبقى طعمها حلو. هي كل ما تكون طريه معاكي كده تكون احسن. اهي كده بالطريقه دي كده. كده بالطريقه دي. نقفلها كده بالراحه. نقفل بس الجزء ده كويس جدا اهي. بس هكمل بقى بقيه الكميه وارجع لكم. حابه بس حبايبي اقول لكم على حاجه، لو العجينه بدات تلزق معايا كده بالشكل ده، انا اخر اتنين بدات تلزق معايا. اخد العجينه بتاعتي كده، شايفين بدات تلزق معايا ازاي. اشيلها في التلاجة شويه صغيرين وارجع اكملها، طبعا عشان الفرن بتاعي سخن وكده صهد معايا. خلاها طرت شويه. تمام كده، هسيبها في التلاجة 10 دقايق وارجع اكملها.
ودي كده حبايب الغريبه بتاعتي بعد ما خلصت، شايفين ما شاء الله شكلها روعه بجد. يا رب يكون سهل عليكم ان شاء الله تجربوها. بس حابه اقول لكم للامانه، انا اول صاج عملته دخلته في الفرن طلع معايا بالشكل ده، طلع سايح خالص معايا كده. على فكره انا كان ممكن اشيله، بس انتوا عارفين بقى حبايبي اللي متابعيني وعارفين اني بتكلم بامانه، حتى لو غلطت في حاجه بقول. المفروض ان انا بحط 2 او 3 بس في الفرن، اشوف الاول السوا بتاعهم بعدين ارجع اكمل. انا بصراحه سهيت كده وحطيته في الفرن ونسيت. شايفين ما شاء الله اللون بتاعه عامل ازاي؟ شايفين التسويه بتاعتها؟ دايما يا جماعه الغريبه بالذات لازم بتطلع فاتحه معايا شويه، ما بتطلعش غامقه معايا. شايفين الشكل كده؟ ان شاء الله تبقى سهله عليكم باذن الله، تجربوها. بصوا كده ما شاء الله شكلها تحفه بجد. انا بحبها اصلا يعني صغيره شويه. طبعا الشكل بقى اللي انتوا حابينه اعملوه. شايفين كده الاشكال الموجوده معايا؟ عندي اشكال كتيره جدا. شايفين كده؟ يا رب يكون سهل عليكم ان شاء الله تجربوها. ما تنسونيش لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل الاشعارات ان شاء الله. عايزه بس اقول لكم انا عملت ايه في العجينه دي، عالجتها ازاي. انا حطيت هنا معلقه دقيق واحده بس، معلقه مليانه دقيق على العجينه بتاعتي، لمت معايا بالشكل ده. ما تكترش يا جماعه الدقيق بتاعي عشان العجينه بتاعتي ما تنشفش وتبقى بتمضغ معايا. شايفين؟ بصوا ما شاء الله ناعمه جدا ازاي. بص كده، بص النعوميه بتاعتها جميله جدا جدا جدا. يا رب يكون سهل عليكم ان شاء الله. نجرب واحده كمان من هنا. بصوا ما شاء الله تحفه. انا بس مش عايزه انزل على التاني. شايفين ناعمه خالص ازاي؟ يا رب يكون سهل عليكم ان شاء الله وتجربوا.